السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ قلنا في الحلقة اللي فاتت ان قوة الارادة هي بنعتبرها مسطرة بنقيس بيها قدرتك على تحمل الالم. وقلت في الحلقة الجاية هتكلم معاكم عن دور التدريب على الالم، وازاي ان التدريب ده بيخليك ان انت تبقى ارادتك قوية. وهنتكلم برضو عن الرسائل اللي انت كلام تحفيزي كده تقوله لنفسك وانت بتتدرب. بكل بساطة كده في ساسا بوست قريت مقال جميل جدا بيقول لك تمرينات تقوية الإرادة. بيقول لك من ضمن التمرينات دي بتجيب بنسة الأعصاب وتقعد تعملها كده كل شوية لحد ما تتعب، وما تتعب كمل. يعني ما بيجي لك فترة كده تكون عايز توقف التمرين. بعمل هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دلوقتي بقيت بتعب 13 14 15 16 17 18 19 20. بتعب وبكمل. بيقول لك لما تعمل التمرين ده كتير بتتعب وبتلاقي نفسك بتكمل، بتزيد مثابرتك او صبرك في اي حاجه تانية بعد كده، بتقوى ارادتك. يعني من الاخر انا لما بتحمل الالم في تمرين زي ده، اعمل 20 عده مثلا على الايد دي وبمتع في ال20 واروح مكمل 23 25 كده، بقوي ارادتي، بتحمل الالم اكتر. اي مهمه تانية فيها نسبه الم بواجهها بلاقي نفسي بمشي فيها. اللي عايز اقوله ان التدريب على الالم ده مفيد جدا. ليه؟ انت بتعمل حاجه اسمها رفع عتبه الالم. نتكلم شويه عن ازاي انت بتحس بالالم، ايه اللي بيحصل لما تيجي تعمل التمرين ده، وايه هو رفع عتبه الالم. احنا قلنا اول حاجه ان الاراده هي قدرتنا على تحمل الالم، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مقال في سيسا بوست بيقول لك تمرينات تقويه الاراده منها انك تجيب قابض معدني او بنسة اعصاب وتقعد تضغط عليها كل شويه وما تتعب تكمل، علشان تلاقي تتحمل الالم في اي حاجه غير كده، اي حاجه غير قبض البنسه دي، تحمل المشقه. اللي عايز اقوله ان تدريبك على الالم بيخليك اصلا تتحمل الالم. ليه؟ هي فكره بسيطه، لازم نعرف فسيولوجيه الالم، ازاي الالم بيحصل لنا. اما انا باجي اتدرب اول مره بعمل مثلا 20 عده، ايه اللي بيحصل لي؟ بتألم جامد. الالم ده بيترجم في ايه؟ في موقع BBC عربي بيقول ايه؟ مقال بيقول ليه ما معناه كده بنتلذذ بالشعور بالالم. هو مقال اسمه كده بيتكلم شويه عن فسيولوجيه الالم. بيقول بكل بساطه كده انت بتيجي تعمل اي تمرين، بتجري مثلا وتزود في الجري، جسمك بيفرز حامض اللاكتيك الناتج عن ايه؟ الحمض ده الناتج عن تراجع نسبه الجلوكوز في الجسم ونقص نسبه الاكسجين واصل للمخ. الحمض ده بيترجم في العضلات في صوره التهاب. الالتهاب ده بكل بساطه كده بيعمل ايه؟ بيخليك بكل بساطه اللي انت ايه؟ عايز توقف التمرين، عايز تبطأ شويه عشان الالم يقل. طب لو استمريت ايه اللي بيحصل؟ منطقه اسمها الحصين في المخ بتدي اوامر بافراز ماده الاندروفين، وفي ماده تانية برضو بتفرز اسمها الانداميدا. المادتين دول مسكنين الالتهاب ده في حاله ان انت استمريت في التمرين. ايه اللي بيحصل؟ بعمل كده 20 عده. في الاول بيكون ايه يعني، لما بوصل قريب لعدة 20 بحس بألم جامد، مش طايق اكمل التمرين. طب انا لو كملت اتكيت على نفسي شويه، بعد كده بلاقي ان التمرين حده الالم بتخف شويه. ليه؟
لان انت في ساعتها بيكون افراز المواد الاندروفينيه او المواد المسكنه ابتدى يشتغل. اللي عايز اقوله بقى، عتبة ألمك بتتقاس بوحدة اسمها الدل. يعني القلم ده بعمل 20 عدة بيساوي مثلا 5 دل. أنا عندي قلم بمقدار 5 دل، مش ماركة اللابتوب، لا ماركة، هي وحدة قياس القلم دل. بكل بساطة كده دي عتبة القلم بتاعتك. طب أنا عايز أرفع عتبة القلم بتاعتي إن ده ما يوجعنيش إلا لما يكون 10 دل. أعمل إيه؟ أكرر التمرين كل شوية. إيه اللي بيحصل؟ أنا عامل رسم بياني بيربط بين التكرار وزمن الوصول للمواد المسكنه الاندروفين. بكل بساطه كده انا بعمل التمرين ده في المره الاولى 20 عده ورا بعض، بوصل للاندروفين في مده مثلا ايه، يعني لو قلنا بعمل التمرين ده دقيقتين، بوصل للاندروفين في دقيقه ونص قبل ما الاندروفين يوصل. يعني انا بدي زمن تقديري كده. طب كررت التمرين ده كم مره؟ ايه اللي بيحصل؟ بينزل مع التكرار المرة الأولى بيكون الزمن إيه؟ كبير. طيب بعد كده الزمن بيقل. مع تكرار إيه؟ مع تكرار إن أنا بعمل التمرين. يعني إيه؟ بوصل الإندروفين بعد مثلا دقيقتين، يعني بدل دقيقة ونص دقيقة وتلت، دقيقة وربع. طب إيه العلامة إن عتبة الألم ارتفعت عندي 10 دل؟ يعني مبقتش بحس بألم من 5 دل. إيه هي العلامة؟ بكل بساطة كده العلامة قلة وقت التمرين. يعني مثلا اللي بيروح يرفع بار في الجيم بيعد 10، بيعمل 10 كده هنا وهنا، 10 عدات بوزن معين. فأول مرة بيجي يعمل التمرين بياخد وقت كبير. مرة التانية الوقت بيقل، مرة التالتة الوقت بيقل. زمن الوصول عنده الاندروفين بيقل، بيوصل بسرعة، الاندروفين بيفرز أسرع. جسمك اتعود على كده خلاص، اتعود على التمرين ده 10 عدات بوزن معين. افرز الاندروفين في أول مرة في دقيقتين، تاني مرة في دقيقة ونص، تالت مرة في دقيقة وربع، رابع مرة في دقيقة. فبالأول مع ان عتبة الألم عندي زادت، ان الحكاية دي بقتش يعني العشر عدات دول او ارفع البار 10 مرات بقتش بتألمني. بكل بساطة كده انخفاض وقت التمرين. اعرف ساعتها ان انت مقاومتك للألم زادت. ومعنى مقاومتي للألم زادت في تمرين زي ده او تمرين رفع بار، ان انا ما اواجه اي مشكلة فيها تعب ما بتعبش بسرعة، ما بملش بسرعة، ما بنسحبش بسرعة، لا بستحمل. وكل ما بتزود التمرين اكتر من كده، يعني بزود الوزن، بزود العدات، إيه اللي بيحصل؟ بتألم لكن بعد كده بيحصل برضو انخفاض وقت التمرين. بدل ما بعد 10 في دقيقتين بعد 10 في دقيقة واحدة. انخفاض وقت ايه؟ التمرين. ساعتها اللي انا بقدر ايه؟ بتزيد قوة تحمل اي موقف، مش زي ده، لا، اي موقف بمر بيه بشكل عام تبقى ارادتي قوية. اللي انا استحمل اللي انا جوع، استحمل اللي انا ايه؟ اعمل تمرين رياضي صعب زي الجري مثلا، زي رفع البار، زي اللي انا اضغط بلسة الاعصاب. دي كلها حاجات محتاج قوة إرادة. وقوة الإرادة بتيجي بإيه؟ من التدريب على الألم، وإن أنت توصل للإندروفين. وكل ما تكرر التمرين زمن الوصول للإندروفين بيقل. يمكن رسم البيان هنا مش صحيح، يعني المفروض كنت تعكس التكرار يبقى تحت والزمن يبقى فوق. والله أعلم، يعني خبرتي مش كتير قوي في الرسوم البيانية، بس حاولت أعمل رسم بيان بيوضح إن مع التكرار بيقل زمن الوصول للإندروفين، وبالتالي تقدر تعمل التمرين بشكل اسرع، وعدة الالم عندك تزيد. يعني انا بستحمل الم ب5 دل و10 دل، كل ما ازود التمرين بستحمل الم اكبر. طب ايه بقى الرسائل التحفيزيه؟ بيقول لك اصلا
ان انت لما بتيجي تعمل اي تمرين لازم يكون يعني زي مثلا بيروح بيلعب في الجيم، الكابتن بيشجعه يقول له انت تقدر تعمل اكتر من كده، يلا يا وحش، عاش يا وحش، الكلام ده بيتقال كله. انا جالي مره طالب بيلعب فولي، بيقول لي يا مستر انا بكل بساطه كده الفولي عامل لي مشكله وبدخل متردد وخايف وبحس ان انا هخسر. وفعلا الكابتن بيقول لي انت ما بتعرفش، يعني عندك مشكله كده وزعلان ومتضايق. قال لي اعمل ايه؟ قلت له قبل ما تدخل ماتش الفولي بعد كده قول بينك وبين نفسك وبقوه، او قولها بصوت عالي كمان بقوه كده جامده، انا هفوت في الحديد، هقدر اعدي، هبقى احسن. قولها كده لنفسك بقوه شديده. المهم راح وجرب وقال لي فعلا يا مستر لما جربت الطريقه اللي انت قلت لي عليها لقيت نفسي بلعب احسن بكتير. اللي عايز اقوله لك، انت ما تواجه اي مشكله وانت بتواجه المشكله لازم تقول لنفسك كلام يحفزك ان انت تكمل، يديك في زقه، تقول انا اقدر، انا اقوى. يعني انا مثلا بعمل تمرين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. انا اقدر اكمل، انا تعبان دلوقتي بس اقدر اكمل، اقدر ايدي تعبان بس اقدر اكمل، قادر امشي، قادر اكمل، ايدي تعبان بس قادر ايدي شده بس قادر اكمل، قادر. انا فعلا دلوقتي حاسس بتعب، بس وانا بقول كده لنفسي حسيت ان انا قادر فعلا. لو انا ما قلتش كده لنفسي اما بحس بالتعب بلاقي نفسي ايه، خلاص مش قادر اكمل، خلاص ما اوقف بقى التمرين. لكن كل مره بقول فيها انا قادر اكمل بلاقي نفسي بضغط بكمل فعلا. دي نقطه. افتكروا دايما في الجزء السادس من افلام روكي، روكي دخل وهو راجل عجوز قدام واحد ملاكم شاب قوي جدا، الراجل اداله بوكس في وشه وروكي وقع على الارض ودماغه لفه كده. وبعدين قال ايه؟ افتكر اللي انا كنت بقوله لابني، ان احسن الواحد يضرب ويستمر في المقاومه، يستمر في التقدم. وبعدين راح قال لنفسه جيت اب، قوم، جيت اب. فراح قام فعلا وقاوم وكان هيكسب الماتش من الراجل. هي دي الفكره كلها، انك لازم لما تيجي تعمل اي حاجه فيها مشقه عليك لازم تقول لنفسك حاجه تخليك تكمل. افتكر روكي في الجزء السادس، تفتكر اللي انا عملته دلوقتي قدامك، انا فعلا ايدي تعبانه دلوقتي بس لو ما كنتش قلت لنفسي انا قادر ما كنتش عملت كامل العد الزياده اللي فوق ال 20. ده اول طريقه في ايه؟ في مقاومه الالم. احنا كل شغلنا في الاراده ان ازاي نقلل الالم اللي احنا بنحس بيه. اول حاجه التدريب على الالم، لازم تعرف لو ضربت على الالم هنا هتقدر تقاوم الالم في اي حاجه تانية، تقاوم الم الجوع، تقاوم الم ان انت تقعد في الشغل ساعات كتير، تستحمل. دي النقطه الاولى. وانك لازم تعرف مع تكرار التمرين عتبه الالم بتاعتك بتزيد. يعني انا بتعب من الم قوته 5 دل، بكره اتعب من الم عند 20 دل مش 5 دل، خلاص عتبه الالم عندي زادت، لان بوصل اندروفين بسرعه، الماده المسكنه بتفرز عندي بسرعه، اندروفين الانداميدا. مقال في BBC عربي اسمه لماذا نتلذذ بالالم، وشرح في سجلات الالم بالتفصيل، عايز تدخل تفصلها. دي النقطه الثانيه، التكرار مهم جدا. بعد كده اهم حاجه ان انت لما بتعمل اي حاجه فيها مشقه عليك لازم تقول انا قادر اعمل كده. افتكر ان انا التمرين عملته ازاي، بقول انا قادر اكمل، قادر اعمل عده جديده، قادر. النقطه اللي بعديها افتكر روكي في الجزء السادس، وانا هتكلم برضه عن حته المشاهد السينمائيه بس في حته تانية، يعني في الاراده برضه. الحلقه الجايه هنتكلم عن وسائل تانية في تقويه الاراده، وسائل نفسيه. عن اذنكم.